بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. مرحبا بكم حبيباتي اليوم في قناة سارة. اليوم راح نعملوا لكم وصفة اقتصادية وسهلة خلاص. اليوم راح نعملوا كروكي الدار. اكيد الامهات كلها تحب تدير فطور لولادها او قهوه عشيه، دير ليهم الكروكي اداء. ما تنسوش ديروا لنا سبسكرايب وجيم وربي يحفظكم. اول حاجه نبدو بها نديروا 3 بيضات. راح نقول لكم المقادير وانا ومامتون نوجد في الخلطه تاعنا. نديروا كاس سكر، لازم الكيلة نفسها تاع السكر وتاع الزيت نديروا معاه السكر. نخلطوهم مع بعضهم. خلطوا مليح مع السكر والزيت والبيض. نديروا شكارة فاني. نخلطوا مليح بعد ما درنا السكر والفارينة والفاني. نخلطوا بيان حتى يتخلط الخليط تاعنا يولي متجانس. بعد ما خلطنا حبيباتي الخليط تاعنا يولي خليط متجانس. لازم حتى يذوب لكم السكر، على خاطركم ما يذوبش لكم السكر من بعد راح يجيكم الكروكي تاعكم يجيكم يابس. نخلطوا مليح حتى يذوب لنا السكر. نبقوا هكا نخلطوا. اللي عندها تحب تخلط بهذه الفوي ولا تحب تخلط بالبراميكسور. نو بالباتور مش براميكسور. هكا حتى يولي لكم هكا شويه يبيض لكم الخليط تاعكم، اعرفوا بلي راه السكر بدا يذوب. خلطوا مليح. بون حبيباتي، بعد ما نشوفوا هكا الخليط تاعنا بدا يميل للابيض، هكا يكون السكر تاعنا ذاب، نبدو نزيدوا الفارينة بشويه تدريجيا حتى يتماسك لنا الخليط ونقدروا نتحكموا فيه باش نقدروا نشكلوه. خلطوا هكا بشويه طبعا حتى تتاكدوا باللي السكر ذاب كما قلت لكم. هذه الوصفه تقدري ديريها سيدتي صباح فطور لوليداتك قبل ما يروحوا يقروا، ديريها قهوه عشيه، تجيك كونتيتي كبيره، يعني وصفه اقتصاديه ومليحه. نزيدوا كما قلنا الفارينة تدريجيا. بون حبيباتي، بعد ما لمينا العجينه تاعنا ولت لنا هكا يعني عجينه متماسكه نقدروا نتحكموا فيها في ايدينا. ندهنوا ايدينا بشويه زيت وبعدين نحو هكا بوله هكا نكوروها في ايدينا هكا. نزيدوا شويه نحطوها في البلا تاعنا ونرجلوها هكا بشويه ونبدو نحلو. نرجلوها في البلا تاعنا.
بون نكملوهم نديروهم كامل هكا حتجيكم كونتيتي مليحه. لا ما تنسوش حبيباتي كما قلت لكم ديرونا ابوني للقناه تاعنا، قناه جديده يعني حرينا كي غير. اتمنى تعجبكم الوصفه عنها اليوم، يعني للبنات المبتدئات هكا يحبوا يتعلموا كاش حاجه في الدار، حاجه اقتصاديه مليحه باش تقدري تتحكمي فيها. لازم تدهني يدك بشويه من تاع الزيت. كملنا درنا رقناه شكلناه فوق البلا تاعنا، ندهنوه بالبيض. ديري صفار بيضه وشويه قهوه ولا بيضه كامله كما تحبي. دهنو هكا الوجه كامل بالبيض، شي يجينا من فوق يجينا احمر، يجينا محمر بيا. بعدين نديرو بالفرشيطه هكا. شوفوا بعد هذه الطريقه تاع الفرشيطه راح يجيكم شكل مليح. نكملوا الحبه الاخيره تاعنا. هكذا من بعد تشوفوا الشكل تاعو كديروه هكا فرشيطه يجيكم شكل مليح. بعد ما درنا الشكل هذا نجيبوا الزرير، نجيبوا الجيجلان تاعنا نديروه فوق هكا. نسخنوا الفور تاعنا على درجة حرارة 180 درجة ونخلوه يطيب حوالي نص ساعة. دوكا راح نحطوه في الفور تاعنا ونتلاقوا بعد. حبيباتي هذا الشكل تاع الكروكي تاعنا قبل ما يطيب نحطوه في الفور يحمر لنا من تحت ومن فوق. بعد نطفوا عليه حوالي هكا نص ساعة. شوفوا بعد ما طاب لينا الكروكي تاعنا هاوليكم تنفخ شويه يزيد في الحجم تاعو، نقصوه هو سخون. بون حبيبتي هذا هو الشكل الاخير تاع الكروكي تاعنا. شوفوا كيفاه جا احمر يسخف، شوفوا بنطون الطراوه اللي فيه طري خلاص جا يذوب في الفم. وما تنسوش ديروا سبسكرايب وجيم وشهية طيبة.